عليكم وليداتي التلاميذ التلميذات. عندنا معكم واحد 8 في المواد. إذا غنشوفوا هذا الجدول عندنا خصائص ديال بعض المواد اللي عندكم هنا في الليز وزجاج بلاستيك والورق. إذا هنا غنشوفوا خاصية أنه لا يؤثر على المواد، يعني يؤثر أو لا يؤثر. إذا بالنسبة للفليز يؤثر على المواد، الزجاج لا يؤثر، بلاستيك يؤثر، الورق المقوى يتبلل إذا فيه شي مادة اللي كتتبلل. لا يؤثر، لا يتأثر بعضهم بالصدمات. شكون ما كيتأثر بالصدمات؟ عندنا الفليز ما كيتأثر بالصدمات، الزجاج نعم يتأثر، بلاستيك بعضها، الورق يتمزق. إذا بالنسبة مفيدات السوائل، بالنسبة للفلزات كاملة لا، غير مفيد السوائل. الزجاج غير مفيد السوائل لا، بلاستيك لا، الورق المقوى نعم. دعنا ناخذ مثال. هنا في هذا المثال هذا غادي نحاولوا نفرقوا او نميزوا تمييز بين المواد والاجسام. اذا عندنا الومنيوم اذا ينتمي الى المواد، اذا الومنيوم ماده، الخشب يعتبر كذلك ماده، الياف اصطناعيه فهي ماده. اذا كتبقى فرشاه، اذا الجسم هو الفرشاه. اذا ترون ان هذا الجسم يتكون من 3 مواد مختلفة. إذا يمكن لجسم واحد أن يتكون من عدة مواد كما ترون في هذا المثال. إذا ناخذ التمرين، هنا عندنا قارورتين، إحداهما تتكون من الألمنيوم والأخرى تتكون من الحديد. إذا هما في المنظر يتشابهان، يتشابهوا في المنظر ديالهم، ولكن كيف نميز بين هاتين المادتين هي الحديد والألمنيوم؟ إذا نأخذ قطعة مغناطيس ونقربها إلى كل قارورة. إذا فالقارورة التي يجذبها المغناطيس تتكون من مادة الحديد، أما الألمنيوم لا يجذبه المغناطيس. إذا في هذا المثال لدينا كؤوس وقارورة. إذا القارورة تتكون من الزجاج والكؤوس كذلك تتكون من الزجاج. إذا هنايا غنميزو التمييز ما بين المادة وما بين الجسم. إذا المادة هي الزجاج، أما الجسم كاين القارورة وكاين الكأس.